لما تكون عايش في ظل دولة عظمى بتحكم مساحات كبيرة من الأرض، ولكن دار الزمان دورته وتضعف دولتك وتتقسم على إيد أعدائها. لما تلاقي نفسك إما مهمل عن قصد أو بدون قصد، أو إنه تقرر ليك إنك تتقسم كذا مرة علشان تصبح في كل الأحوال أقلية، فتبدأ تتحرك، تقول أنا هنا، تنادي بحقوقك، عايز تظهر هويتك، تتكلم بلغتك، إلى أن يتطور الأمر لمطالبتك بدولة باسمك. فكان أنا أقدم واحد في العمارة. ده أنا تاريخ في 31 مايو 2023 أعلن الزعيم الكردي صلاح الدين ديمرتاش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي التركي والمسجون منذ سنوات في تهم تتعلق بالإرهاب. أعلن عبر حسابه الشخصي على تويتر وقال: أعتزل العمل السياسي النشط خلال هذه المرحلة، وأعتذر للشعب عن عدم انتهاج سياسة جديرة به. اعتزال ديمرتاش جه بعد ما وجه انتقادات حادة لحزب الشعوب الديمقراطي بسبب أدائه في الانتخابات التركية الأخيرة، علشان تكون دي واحدة من آثار وتداعيات نتائج الانتخابات التركية البرلمانية والرئاسية اللي اتنظمت في مايو 2023، واللي شهدت كتير من التحالفات بين أحزاب سياسية، واللي فاز فيها أردوغان وحزبه العدالة والتنمية. احنا كنا عاملين حلقة بعنوان رجب طيب أردوغان فيها تفاصيل كتير قوي، هتلاقوا الرابط في التعليقات، مهم جدا تشوفوها. كان من أبرز تحالفات الانتخابات تحالف الأمة أو الطاولة السداسية، اللي ضم أحزاب علمانية وإسلامية، وحصل مرشحهم كمال كليشدار على تأييد واسع من أكبر حزب كردي في تركيا، أو نقدر نسميه أكبر حزب موالي للأكراد، وهو حزب الشعوب الديمقراطي. ففي الانتخابات التركية اللي نالت صدى عالمي واهتمام واسع، كان الأتراك من أصول كردية ليهم دور مؤثر جدا فيها، وسعى كل حزب ومرشح إنه يستميل أصواتهم. ولكن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، واللي هو بالفعل كان بيمثل ثالث قوة موجودة في البرلمان التركي في الدورة البرلمانية اللي انتهت، قرر قياداته تأسيس حزب سياسي جديد وسموه حزب اليسار الأخضر، وهو بالفعل اللي شارك في انتخابات البرلمان. والسبب ان القضاء التركي بينظر عدد من الدعاوى اللي بتتهم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بدعم حزب العمال الكردستاني، الحركة المسلحة الانفصالية اللي بتصنفها تركيا انها حركة ارهابية، وبيحاربوا بعض من سنين طويلة. وقبل الانتخابات اعلن بعض القيادات التركية انهم حصلوا على وعود من كليشدار اوغلو انه في حال فوزه بالرئاسة والبرلمان هيسحب الجيش التركي من الحدود السورية ويعدل الدستور ويعلن اقامة منطقة حكم ذاتي للاكراد في سوريا. وبالفعل في المناطق ذات الوجود الكردي في أقصى شرق وجنوب شرق تركيا حصل كليشدار على غالبية الأصوات هناك. ما بنقولش إن كل الأصوات دي أكراد بس، لكنها بلا شك ولايات معروف عنها في الغالب سيطرة حزب الشعوب الديمقراطي، وبالتالي حزب اليسار الأخضر على مقاعدها البرلمانية والبلدية، وإن غالبية سكانها من الأكراد اللي ليهم تاريخ طويل من التوتر والشد والجذب والتهدئة والمفاوضات والاتفاقيات مع أنظمة حكم تركيا وإيران والعراق وسوريا. مين هم الأكراد؟ يعتبر الأكراد مكون رئيسي أو أحد السكان الأصليين لمناطق كبيرة في جنوب شرقي تركيا وشمال شرقي سوريا وشمال العراق، وليهم تواجد كبير في أذربيجان وأرمينيا وإيران وجورجيا. وبيقال أن عدد الأكراد في العالم حاليا بيوصل ل 20 مليون شخص، وبيقدر عددهم في تركيا بحوالي 16 مليون مواطن، وفي العراق 7 مليون و8 مليون في إيران. يعني تقريبا بيشكلوا 20% من سكان كل من تركيا والعراق، و10% من سكان إيران وسوريا. ده غير ان عندنا منطقة اسمها كردستان، اقليم كردستان العراق، المنطقة اللي ليها علم ورئيس وحكومة وبرلمان وموازنة، لكنها تظل جزء من دولة العراق. فعشان نحاول نتعرف عليهم تعالوا نجيب الموضوع من أوله. فنشأة الأكراد حواليها خلاف بين المؤرخين حول الأصل والنسب، فأصل تاريخهم القديم يبدو انه مش محدد بدقة. فلو بدأنا من القرن ال12 الميلادي هنلاقي ظهرت كلمة كردستان كمصطلح جغرافي، يعني للتعبير عن مكان، وده كان في العهد السلجوقي. أما عن الأكراد كناس شعب، فالأكراد في كتاباتهم عن نفسهم وتاريخهم ليهم أكثر من رأي تاريخي. إما بينسبوا نفسهم للجنس الآري من المتحدثين باللغات الهندية الأوروبية، في حين تلاقي برضو إنه منهم اللي بيقول إن أصول الأكراد عربية، وده رأي متفق معاه بعض المؤرخين المسلمين زي المقريزي والمؤرخ أبو الحسن السعودي. وفي
المقابل فبعض الباحثين الغربيين بسبب بعض الاكتشافات الأثرية أيدوا الرأي بأن الأكراد من الجنس الآري من العائلة الإيرانية فرع من الهندو أوروبية. وفي الوقت نفسه أثبت الباحثين أن جزء من الأكراد جه من الشرق عن طريق الهجرة، يعني ربما يكون الرأيين صح. في سنة 1514 تم تقسيم منطقة أو إقليم أو ولاية كردستان ما بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية بعد عدد من المعارك. ومع انطلاق الحرب العالمية الأولى في 1914 وانخراط الدولة العثمانية فيها، ساعد بعض القيادات الكردية للحصول على الاستقلال بأن تنتزع سيادة بعض الأراضي من الدول وتمنح ليهم علشان يشكلوا دولة خاصة بيهم. ويبدو أن السعي ده ما كانش ليه صدى في أوروبا، وخاصة في المفاوضات بين فرنسا وإنجلترا حوالين يعني تقسيم منطقة الشرق الأوسط وتوزيع مكتسباتهم من الدولة العثمانية. ففي 16 مايو 1916 وقعت اتفاقية سايكس بيكو اللي وضعت أسس إنشاء الدول القومية في منطقة الشرق الأوسط. سايكس وبيكو 2 ضباط دبلوماسيين، الأولاني بريطاني والتاني فرنسي، جابوا الخريطة وقعدوا رسموا بالقلم حدود. سايكس يخطط ويقول الحتة دي هيبقى اسمها دولة كذا ويحكمها فلان، ويكمل رسم بالقلم ويقول أما الحتة اللي جنبها دي هيبقى اسمها دولة كذا ويحكمها علان. فيبص بيكو كده ويفكر شوية ويجيب أستيكة ويقول بص امسح كده الخط ده ودخل لي الكام كيلو دول من الدولة ألف وديهم الدولة ب. آمين يا بركة، آمين يا بيكو. طبعا التقسيم ده ما عملش دولة للأكراد، فلو في عرق أو قومية أو زي ما تسميه المفروض يكون في المركز الأول في كره اتفاقية سايكس بيكو هيكون الأكراد، عشان الاتفاقية لم تحقق أي طموحات ليهم وشايفين إنها وزعت أراضي هم متواجدين فيها على 4 ولا 5 دول. فالأكراد بيشوفوا إن رسم الحدود بين الدول بالشكل ده تجاهل حلمهم بإنشاء دولة كردية مستقلة، على الرغم إن بريطانيا وقتها وقت اتفاقية سايكس بيكو كان رأيها إنه يتم منح الأكراد منطقة ذات حكم ذاتي، في حين تكون العراق بلد مستقل تحت قيادة حكومة عربية ومساعدة إدارية بريطانية. مش سهلين البريطانيين دول، كانوا عايزين يقسموها من بدري، أو مش سهلين الفرنسيين اللي عرضوا التقسيم ده، فقرروا يسيبوها كده علشان تفضل أزمة ومشكلة. وفي 1918 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بهزيمة ألمانيا وحليفتها الدولة العثمانية، نشطت من تاني دعوات الأكراد لدولة مستقلة. وفي يناير 1919 نظمت دول الحلفاء بريطانيا وفرنسا وروسيا ما يعرف بمؤتمر الصلح في باريس، المؤتمر اللي هدفه إعادة رسم العالم. وفي المؤتمر قرروا انتزاع بلاد وأراضي من الدولة العثمانية، منها أرمينيا وبلاد الرافدين العراق ومنطقة كردستان وفلسطين وبلاد المنطقة العربية من السيادة العثمانية. وقتها قدم شريف باشا خندان الكردي اللي كان بمثابة ممثل عن الأكراد قدم مذكرتين مع بعض الخرائط لمنطقة كردستان لمؤتمر الصلح. وقال في المذكرات اللي قدمها أن تقسيم منطقة كردستان ما بين الدول مش هيحقق السلام في الشرق الأوسط، وأن العثمانيين بيصرحوا في العلن أنهم متفهمين المطالب الكردية ومعاها، ولكن على أرض الواقع ما بيعملوش أي حاجة بتدل على دعم مطالبنا. وطلب شريف باشا من قيادات المؤتمر أنهم يشكلوا لجنة دولية يكون دورها إعادة رسم الحدود من جديد بناء على القوميات في كل منطقة. دافع ممثلي الأكراد عن مسعاهم في دولة مستقلة، واعتمدوا على تصريح من الرئيس الأمريكي توماس ويلسون لما قال أنه من حق الشعوب تقرير مصيرها. وفي 1 مارس 1920 انعقد مؤتمر سان ريمون بإيطاليا، وناقش المؤتمر المقترحات الكردية. وكان أحد الأفكار اللي طرحت في المؤتمر بأنه مناطق الأكراد تكون بشكل مبدئي تحت حماية بريطانيا وفرنسا، ولو ما حصلش تطور في موقف الدولة العثمانية تجاههم ساعتها يتم فصلهم عن سيادتها ومنحهم الحكم الذاتي. وفي أغسطس 1920 وخلال مباحثات معاهدة سيفر نجح شريف باشا في إدخال 3 بنود تخدم قضية الانفصال عن الدولة العثمانية، البنود المعروفة بأرقام 62 و63 و64. وكان البند ال 62 بينص على تشكيل لجنة ثلاثية من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا يكون مقرها اسطنبول، وهدفها إعداد مشروع حكم ذاتي محلي للمناطق اللي بيشكل فيها الأكراد الأكثرية خلال فترة مدتها 6 شهور. في حين نص البند 63 على تعهد الدولة العثمانية بالاعتراف بقرارات اللجنة وتنفيذها خلال 3 شهور من تاريخ إبلاغها بالقرار. وبكده يكون ممثلي الأكراد قدروا أنهم يحصلوا على أول اعتراف دولي بحقهم في تقرير مصيرهم. إلا أن مصطفى كمال القيادي العسكري والسياسي في الدولة العثمانية رفض البنود دي في معاهدة سيفر. وكان مصطفى كمال أسس المجلس الوطني العظيم اللي تحول لاحقا لحكومة ذات سلطات في أنقرة بتوازي نفوذ السلطان العثماني في اسطنبول. وصف مصطفى كمال المعاهدة بأنها حكم الإعدام لبلده، وحاول بكل الطرق إيقافها وعدم تطبيقها. وبما أن حكومة المجلس الوطني وكمان السلطان العثماني رفضوا ولم يتجاوبوا مع المعاهدة، باتت بنود المعاهدة بخصوص الأكراد هي والعدم سواء. وفي فبراير 1920 ينعقد مؤتمر لندن لبحث المشاكل العالقة في المنطقة، واللي من ضمنها المشكلة الكردية. طبعا حكومة المجلس الوطني أصرت
فسرت ان موضوع الاكراد مساله داخليه وتقدر الدوله العثمانيه انها تحلها بشكل داخلي ومفيش اي داعي لمؤتمرات دوليه وتدخلات خارجيه. وقالوا ان الاكراد مش عايزين ينفصلوا عن الدوله. وخلال انعقاد المؤتمر قدرت حكومه المجلس الوطني انها توقع عدد من الاتفاقيات الدوليه اللي ادتهم الشرعيه الدوليه علشان يكتب مصطفى كمال اتاتورك نهايه الدوله العثمانيه ويعلن عن تاسيس الجمهوريه التركيه. وفي 20 نوفمبر 1922 افتتح مؤتمر لوزان للسلام. وخلال المؤتمر طلبت بريطانيا بتوسيع نفوذها بضم حدود تزيد عن ولايه الموصل الشماليه. في المقابل طالب مبعوث الحكومه التركيه عصمت إنونو باعاده ولايه الموصل كلها للسياده التركيه، يعني بيطالب بضم كل المنطقه الكرديه العراقيه تقريبا. ولكن الطرفين ما قدروش يوصلوا لاي اتفاق، ومنحت بريطانيا وتركيا 9 شهور فتره مفاوضات يحاولوا خلالها عقد اتفاق نهائي. وفي حال تجاوز المده دي من غير اي اتفاق سيتم عرض الموضوع على عصبه الامم اللي هي الامم المتحده لاحقا. وبكده وقعت معاهده لوزان بدون اي حل نهائي لموضوع الاكراد، علشان يبدا الاكراد يدخلوا في مرحله جديده بعد ما قررت بريطانيا ضم ولايه الموصل بالكامل لدوله العراق. والاكراد بيشكلوا الاغلبيه المطلقه في الموصل. وبكده بعد ما كان الاكراد بيحلموا بتاسيس دوله مستقله بيهم اتقسموا لشعوب واراضي وتفرقوا بين الدول. ففي سوريا بيسكن الاكراد في مناطق قريبه من الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا والعراق، منها عين العرب كوباني وعفرين وشمال حلب ومنطقه الجزيره بمحافظه الحسكه، علشان يصبح الاكراد في سوريا تاني قوميه بعد العرب من حيث العدد. من هنا ممكن نقول انه بدات الاحزاب الكرديه والقوى القوميه الكرديه تتشكل علشان تقود نضالها من اجل حق تقرير المصير. يعني بدل ما كان في ممثلين عن الاكراد بيقولوا انهم بيتكلموا باسم كل الاكراد، بقى الاكراد اللي في مناطق السياده التركيه بيسعوا لاستقلالهم، والاكراد اللي في مناطق السياده العراقيه بيسعوا لاستقلالهم. يعني اتزرعت نزعه انفصاليه في كل دوله، في ايران والعراق وسوريا وتركيا. وفي 30 يونيو 1930 وقعت معاهده بين العراق وبريطانيا انهت الانتداب الانجليزي على العراق. معاهده كانت خاليه من الاشاره للاكراد، يعني اعتبرتهم عراقيين. وبكده شاف الاكراد ان استقلال العراق ودخوله لعصبه الامم اصبح خطر عليهم وبيقضي على فكره الحق في تقرير مصيرهم. وفي 8 يوليو 1937 انعقد لقاء بين العراق وتركيا وايران وافغانستان في قصر سعد اباد في طهران للتوقيع على ميثاق سعد اباد. وتضمنت الماده 7 من الميثاق اشاره بشكل غير مباشر اعتبرت بان المقصود بيها هم الاكراد، كونهم الفئه والقوميه اللي بتسعى لتحقيق هدفها في وجود دوله مستقله بيهم، وانهم بيسعوا لتشكيل حركات سواء سياسيه او مسلحه لتحقيق هدفهم ده، خاصه بعد تجاهل مطالبهم وعدم فتح حوار جاد معاهم في ميغه التقسيم اللي كانت حاصله. ونصت الماده على ان سلطات كل دوله ملزمه بالتصدي لاي تشكيلات عصابيه او حركات وجماعات مسلحه تنشا فيها ويكون هدفها المساس بالدول الاخرى، وبطبيعه الحال حتى لو كانت اهدافها فقط داخليه. وطبعا الماده دي تعتبر رئيسيه لان 3 من اصل 4 دول دول ليهم حدود مشتركه مع بعض، وبينتشر على طول الحدود دي حركات مسلحه ومتمرده خاصه في المناطق الجبليه. والثلاث دول دول يبقوا ايران والعراق وتركيا. وفي 1943 قدرت حركه كرديه انها تسيطر على بعض الاراضي في العراق، حركه كان من ابرز قياديها الملا مصطفى البرزاني. البرزاني سياسي كردي سلك المسار السياسي والعسكري علشان يحقق هدف تاسيس دوله كرديه مستقله. دخلت الحكومه العراقيه في اشتباكات مع الحركه الكرديه المسلحه اللي قدرت انها تحقق انتصارات ضد الحكومه. وهنا اتدخل البريطانيين ومارسوا ضغوط على الحكومه العراقيه وقالوا ان هدفهم التوصل لحل القضيه الكرديه بشكل سلمي بعيدا عن العنف والحروب. عقد السفير البريطاني اجتماع مع البرزاني اللي ابدى تجاوبه واستعداده لانهاء القتال تماما والدخول في مفاوضات سياسيه مع الحكومه العراقيه، وطلب من السفير انه يتوسط باطلاق سراح السجناء الاكراد والسماح بعوده المبعدين لبيوتهم علشان يعني يهدوا الاجواء ويهيئوا لعقد صلح او اتفاقيه ترضي العراق وتضمن الاكراد حقوقهم. وفي اواخر 1943 يدخل رئيس الوزراء العراقي نور السعيد في مفاوضات مع الملا مصطفى البرزاني. طبعا الحكومه العراقيه طلبت بان البرزاني واتباعه يسلموا سلاحهم وينسحبوا من المناطق اللي استولوا عليها ويروحوا مناطق تانية او يهاجروا لايران، في حين طلب البرزاني بحق الاكراد في تشكيل ولايه كرديه تضم مناطق كركوك والسليمانيه وسنجار مع اعتماد اللغه الكرديه كلغه رسميه في الولايه. ورغم التباعد بين مطالب كل طرف الا ان استمرار المفاوضات والمرونه والدبلوماسيه اللي تمتع بها البرزاني بحسب اكثر من مصدر ورغبته
جادة في تحقيق استقلال الأكراد عن طريق السياسة ووقف القتال، تتطور المفاوضات لتفاهم كبير مع نور السعيد، وتنتهي بموافقة الحكومة العراقية على مطالب الأكراد. وفي يناير 1944 أصدر مجلس الوزراء العراقي قرار بإبقاء الأراضي اللي استولى عليها الأكراد تحت إشرافهم، وكمان إقامة إدارة خاصة مستقلة للمناطق الكردية، وتم التنازل عن طلب تسليم الأكراد لسلاحهم، وسمح للبرزاني بزيارة العاصمة العراقية بغداد. انتهاء المفاوضات بالشكل ده اللي يعتبر في نظر البعض حل إيجابي، الأكراد معترفين بالدولة العراقية والدولة العراقية معترفة بيهم، لكنه كان في نظر البعض الآخر كارثة. قرار رئيس الوزراء العراقي قوبل بانتقادات من عدد من الوزراء وأعضاء المجلس النيابي، اللي شافوا إن أي تنازل للأكراد وأي اعتراف بالحكم الذاتي ليهم هو خطوة تمهيدية نحو الانفصال والانتقاص من السيادة العراقية. ومع زيادة الهجوم والانتقاد للاتفاق، استقال نور السعيد من رئاسة الوزراء، ما يعني ضمنيا نقض الاتفاق، وتشكلت حكومة جديدة برئاسة حمد الباججي، وبالعودة تقريبا للمربع صفر وفتح المفاوضات من جديد، اتمسك الأكراد بمكسبهم اللي حصلوا عليه، وأصرت الحكومة العراقية الجديدة على رفض الاعتراف بالحق ده علشان تشتعل المواجهات مرة تانية بين الطرفين. هاجم الأكراد مخازن الحبوب التابعة للحكومة واستولوا عليها، وانضم كتير من زعماء العشائر الكردية، وكمان ضباط الشرطة والجيش الأكراد انضموا للملا مصطفى البرزاني، وبدأ المفاوضات وغرف الاجتماعات ترجع المواجهات العسكرية بين الأكراد والحكومة العراقية للواجهة. وفي البداية قدر البرزاني انه يحصل على بعض المكاسب، منها استجابة الحكومة العراقية لطلبه بإصدار قانون العفو العام، ولكن يبدو ان قوة موقف البرزاني الميداني وشعوره بتحقيق بعض الانتصارات خلوه يقرر مواصلة التمرد ضد الحكومة العراقية. في المقابل قرر مجلس الوزراء العراقي إعلان الإدارة العرفية في لواءي الموصل وأربيل وفي بعض المناطق الكردية المختلفة، وبمساعدة الطيران البريطاني بتقدم الجيش العراقي من الموصل وأربيل لمنطقة بارزان. والعلم بريطانيا برضه ما كانتش راضية قوي عن موضوع الحكم الذاتي ده، ومع تضييق الخناق على المسلحين الأكراد يهرب الملا مصطفى البرزاني وعدد من أتباعه لإيران، ويقرروا الانضمام لحركة التحرر الكردية في مهاباد، ومن أكراد العراق إلى أكراد إيران. في 22 يناير 1946 يأسس أكراد إيران جمهورية مهاباد أو جمهورية كردستان الديمقراطية في المناطق الكردية على الأراضي الإيرانية، واختير قاضي محمد كأول رئيس لجمهورية مهاباد، واعتمد قاضي محمد على السوفييت في تسليح قواته وتدريبهم. وفي جمهورية مهاباد في أغسطس 1946 أسس مصطفى البرزاني اللي أصبح بمثابة الأب الروحي للقومية الكردية، أسس الحزب الديمقراطي الكردي، الحزب اللي اتغير اسمه بعد كده إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني KDP. وطالب الحزب بتأسيس جمهورية ديمقراطية في العراق، ودعا إلى الوقوف إلى جانب المعسكر الاشتراكي الشرقي ضد المعسكر الغربي، وطالب بإلغاء الاتفاقيات مع بريطانيا. وبعد سيطرة الاتحاد السوفيتي على إيران خضعت منطقة مهاباد للسيطرة السوفيتية قبل أن تستعيد إيران السيطرة عليها في ديسمبر 1946. استمرت جمهورية مهاباد أقل من سنة، 11 شهر تقريبا، وقضى عليها تماما شاه إيران. وبعد سقوط جمهورية مهاباد اتعاملت السلطات الإيرانية مع البرزاني من باب أنه عراقي موجود على الأراضي الإيرانية، وخيروه إما العودة لبغداد أو البقاء في طهران بشرط تسليم كل سلاح. لكن الملا مصطفى البرزاني اختار حاجة ثالثة، قرر التمرد ومقاومة القوات الإيرانية، وبالفعل تحصل ما بينهم بعض الاشتباكات والمطاردات علشان تتعقبوا القوات الإيرانية حتى الحدود، ومنها قدر البرزاني إنه يدخل الاتحاد السوفيتي. عاش الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني حالة من التشتت بعد سقوط جمهوريته الوليدة، وما بقاش بيشكل أي تهديد على النظام الإيراني، لكنه سعى لتقوية صفوفه بدعوة الأكراد للالتفاف حول قياداته، علشان في 1954 يعقد الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني مؤتمر سري في مكان خارج مهاباد، وأصدر بعض القرارات، منها الإطاحة بالملكية الإيرانية، إقامة كيان كردي على رأسه حكومة منتخبة، تحرير كردستان بأكملها. ورغم سرية المؤتمر إلا أن أهدافه اتعرفت، أهداف طبعا كانت سبب في خوف كبير عند شاه إيران محمد مصدق، خاصة في ظل التطلع السوفيتي في احتلال أذربيجان ودعم السوفييت لأهداف وطموحات الأكراد. فنشرت الحكومة الإيرانية الجيش في المنطقة الكردية تحسبا لأي أعمال شغب أو تظاهر، ونفذت الشرطة السرية الإيرانية حملة اعتقالات طالت أعضاء وكوادر وزعماء الحزب. طبعا التحرك الإيراني السريع ده وقمعهم بالقوة أي تحرك كردي أدى لتلاشي الحزب علشان يقتصر نشاطه على بعض الشخصيات المنفية في العراق. وفي أغسطس 1961 بدأ البرزاني من جديد تمرد ضد الحكومة العراقية اللي كان رئيسها عبد الكريم قاسم، وده بسبب عدم وفاء الحكومة بتنفيذ أي من وعودها تجاه الأكراد، خاصة منحهم الحق في الحكم الذاتي. وفي 8 فبراير 1963 يقع انقلاب عسكري في العراق انتهى بمقتل عبد الكريم قاسم. احنا كنا عاملين حلقة بعنوان العراق متكلمين فيها عن تاريخ بلاد الرافدين بتفاصيل أكتر، هنسيب لكم الرابط في التعليقات. ومع تولي عبد السلام عارف مقاليد الحكم سعى الأكراد لتحقيق بعض المكاسب، فرحب الحزب الديمقراطي
الديمقراطي الكردستاني بنجاح الانقلاب، وأرسل الملا مصطفى البرزاني رسالة بارك فيها تولي عارف السلطة وأعلن وقف إطلاق النار. وعبر الحزب عن رغبته في الإفراج عن الأسرى الأكراد والحصول على تصريح رسمي بالحكم الذاتي. وفي 5 مارس 1963 يحصل أول اتصال رسمي بين حكومة الانقلاب والبرزاني بعد ما أرسلت الحكومة وفد للأكراد على رأسه الوزير الكردي فؤاد عارف ورئيس أركان الجيش اللواء طاهر يحيى، واجتمعوا مع ممثلين على الأكراد. وحط الأكراد بعض الشروط هي بدون تغيير: الاعتراف الفوري بالحكم الذاتي لكردستان، لكن المرة دي طلبوا ضمانة، وهي إرسال الاعتراف ده للأمم المتحدة وقراءته في إذاعة بغداد الرسمية. وفي نهاية الاجتماع أكد ممثلي الأكراد لوفد الحكومة إنه لو لم يتم تنفيذ المطالب دي خلال 3 أيام هيستأنفوا القتال مجددا. ويبدو إن عبد السلام عارف كان عنده رغبة في إنهاء الموضوع ده، فبعد رجوع الوفد مباشرة قررت الحكومة رفع الحظر الاقتصادي عن المنطقة الشمالية اللي فيها الأكراد، ونشرت في 10 مارس 1961 تصريح رسمي اعترفت فيه بالحقوق القومية للأكراد على أساس اللامركزية. وأصدر مجلس قيادة الثورة عفو عام عن الأشخاص المدانين والمعتقلين. استقبل الأكراد القرارات دي بفرحة كبيرة جدا ورحبوا بالتجاوب الحكومي العراقي، إلا أنهم كانوا شايفين أن موضوع لامركزية الدولة ده لا يعبر عن مطالب الأكراد. فخلال الاجتماعات بين وفد الحكومة وممثلي الأكراد قدمت الحكومة فكرة مشروع اللامركزية بتشكيل 6 محافظات في العراق، واحدة منها تكون محافظة كردية في كردستان وتتسمى محافظة السليمانية، وتكون اللغة الكردية والعربية هي اللغتين الرسميتين فيها، يعني محافظة من ضمن محافظات العراق لكن محافظة كبيرة ومسموح فيها بلغة رسمية غير العربية، وهتتمتع ببعض المزايا التانية ولكن تبقى محافظة من محافظات العراق. في المقابل فالحركة الكردية ما اعترضتش على الفكرة دي، بل وافقت بشكل مبدئي على مشروع اللامركزية ده اللي هو ماشي قسموا محافظات وواحدة منها كردية، لكنهم أكدوا في نفس الوقت على تمسكهم بالحكم الذاتي. أما الحزب الديمقراطي الكردستاني فأعلن استيائه من مشروع الحكومة وشاف إنه ما بيحققش مطالب الأكراد، وقدم خطة مختلفة تعتمد على الحكم الذاتي. وبكده يصبح الواقع كالتالي: إما قبول الحكومة العراقية بمطالب الأكراد في الحكم الذاتي واللي معناه بلا شك تقسيم العراق، وإما تمسك الحكومة العراقية بسيادتها على المنطقة الشمالية مع تقديم مزايا للأكراد، وده اللي هم رفضوه، ما يعني إن المواجهات المسلحة هترجع من تاني. وكانت الحكومة العراقية مستمرة في الطلب من الأكراد بأنهم يسلموا كل أسلحتهم لأجهزة ومؤسسات الدولة العراقية. ولإنهاء الموضوع ده حطوا مهلة زمنية، مهلة كان بيقابلها تهديدات مستمرة من البرزاني بأنه سيعاود القتال مرة تانية في حال تجاهل مطالب الأكراد. في المقابل اتهمت الحكومة الأكراد بأنهم بيحطوا شروط مستحيلة التنفيذ، يقصدوا الحكم الذاتي، وأنه طلب خارجي ودخيل على العراق ومرتبط بمصالح دول أجنبية. واتهموا البرزاني وأتباعه بمهاجمة قوات الجيش علشان من جديد توصل المفاوضات لطريق مسدود وتتجدد المعارك بين الجيش العراقي ومسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني. وقررت الحكومة المرة دي في حملتها العسكرية تطهير المنطقة الشمالية من أتباع البرزاني. وفي يونيو 1963 اتفقت الدول الإقليمية اللي بتضم أجزاء من كردستان، تركيا وإيران والعراق، اتفقوا على عملية مشتركة للقضاء على الحركات المسلحة الكردية، وأطلقوا على العملية العسكرية دي اسم دجلة. إلا أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي ضد اتفاق الدول الثلاثة وضد عملهم العسكري المشترك أنقذ الحركات المسلحة الكردية من الهزيمة. وفي 10 فبراير 1964 وبعد حوالي 2 من المعارك بين الجيش العراقي والمسلحين الأكراد توصل المواجهات العسكرية لمباحثات سياسية بين الرئيس العراقي عبد السلام عارف والملا مصطفى البرزاني. وبالفعل يوافق الطرفين على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين وحفظ حقوق الأكراد القومية وإعطاء الفرصة لإقامة حكم ذاتي. الاتفاقية اللي رغم تحقيقها نجاح في إيقاف نزيف الدم بين شعب واحد، يعني في الأول وفي الآخر كل الأطراف دي شعب واحد، ولكن نفس الاتفاقية أدت إلى انشقاق الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى جناحين: جناح الحزب الديمقراطي بقيادة مصطفى برزاني وجناح المكتب السياسي بقيادة جلال طلباني. واعترض جناح المكتب السياسي على غياب مصطلح الحكم الذاتي بشكل واضح من الاتفاقية، واتهموا البرزاني بتقديم تنازلات غير مستحقة لحكومة عارف علشان يستمر الوضع على ما هو عليه. لا الدول العراق وإيران وتركيا قادرين يحسموا الملف الكردي بالقوة، ولا الأكراد قادرين يحسموا الحكم الذاتي بالسلاح. والمفاوضات كل مرة تقرب لحل واتفاق تحصل حاجة داخلية أو خارجية تبوظ الموضوع. وفي 13 أبريل 1966 يتوفى الرئيس العراقي عبد السلام عارف في حادث طائرة في وقت كانت فيه الحرب مشتعلة مع المسلحين الأكراد. ونتيجة لوفاة الرئيس يقرر البرزاني إعلان وقف إطلاق النار لمدة شهر واحد، ويعلن منح الحكومة الجديدة فرصة للتفكير في مطالب الأكراد. ومع تولية رئاسة العراق لعبد الرحمن عارف
عارف شقيق عبد السلام عارف اتفتح الباب قدام قيادات الجيش لتولي المناصب المهمة في الدولة، وكان معروف ان الجيش رافض فكرة الحكم الذاتي. واقنع وزير الدفاع عبد العزيز العقيلي اقنع رئيس الجمهورية باستئناف الحرب ضد البرزاني وانصاره. وبالفعل حاول الجيش في البداية السيطرة على الطرق بين مناطق الاكراد في العراق والحدود الايرانية علشان يمنع اي امدادات ممكن تيجي من اكراد ايران، الا ان الجيش العراقي فشل في المهمة دي، علشان من تاني او عاشر تبدأ بعض الاصوات في الحكومة تنادي بعودة المفاوضات وايقاف العملية العسكرية. وفي 15 يوليو 1966 يعلن رئيس الوزراء العراقي عبد الرحمن البزاز استعداد بلاده للاعتراف بالقومية الكردية، ودعا الأكراد لإرسال وفد إلى بغداد لمقابلة الرئيس عبد الرحمن عارف. وبالفعل بعت الأكراد وفد لبغداد، وبعد مفاوضات استمرت أسبوعين قدم رئيس الوزراء اتفاقية للأكراد مكونة من 12 مادة بتضمن اعتراف بالقومية الكردية وتوزيع السلطة مع الأكراد بتمثيلهم في الحكومة المركزية. ويوقع البرزاني والحكومة على الاتفاقية الجديدة، ويتم إعلان وقف إطلاق النار اللي استمر المرة دي لمدة سنتين. ولكن خلال نفس الفترة زادت الخلافات والتوتر بين جناحي الأكراد البرزاني وطلباني، واتطور الأمر علشان يحصل ما بينهم قتال. الحكومة العراقية ما كانتش واقفة تتفرج، قررت التدخل ودعمت طلباني ضد برزاني وأمدته بالسلاح والعتاد. طبعا اقتتال الأكراد الداخلي وتورط الحكومة العراقية وسع الخلافات داخل الأكراد وبعضهم إلى ما بين الأكراد والحكومة العراقية، ووصلت لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ما أدى في نهاية الأمر لإسقاط الحكومة العراقية، وانتهى معاها الاتفاق الموقع مع البرزاني. ومن بعده وتحديدا في يوليو 1968 يتم الإطاحة بعبد الرحمن عارف بانقلاب عسكري نفذه أعضاء في حزب البعث، اللي من بعد صعودهم للسلطة أعلنوا التزامهم بخطة حل المشكلة الكردية. وفي أكتوبر 1969 أعلن حزب البعث عن عدة قرارات، منها إدخال التعليم باللغة الكردية في المدارس الثانوية والجامعة، وكمان كلية الشرطة والكليات العسكرية، والسماح للشعراء الأكراد بتأسيس نقابة خاصة بهم. ولكن في نفس الوقت سعى نظام البعث لإضعاف مكانة البرزاني بين الأكراد من خلال فتح الباب وترحيبهم بالتعاون مع خصمه جلال طلباني، واعلنوا تعيين مؤيد طلباني وزيرا في الحكومة العراقية، وسمحوا لجناح المكتب السياسي بإصدار صحيفة النور من بغداد. طبعا سياسات حكومة البعث الداعمة لجناح المكتب السياسي والمعادية والمتجاهلة للحزب الديمقراطي الكردستاني دفعت البرزاني لمبادلة نظام البعث نفس العداء، فهاجم المقرات الحكومية واستهدف حقول النفط في محافظة كركوك. وهنا أدرك النظام البعثي الفارق بين الجناحين الكرديين، وإن البرزاني أقوى عسكريا من حليفهم طلباني. فقررت الحكومة العراقية إنها تاخد موقف الوسيط وتبدأ محادثات بين الطرفين، محادثات كان يغلب عليها الطابع السري بسبب حساسية القضية الكردية وعدم الرغبة في تسليط الإعلام على مجريات الاجتماعات اللي كان بيتم عقدها بشكل متناوب ما بين بغداد ومقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة أربيل. وعلى الرغم من وجود بعض العقبات زي مطالبة الأكراد بتمثيلهم في مجلس قيادة الثورة، مؤسسة صنع القرار في الدولة اللي في ايدها كل حاجة في البلد، وكمان مطالبتهم بضم بعض المناطق للحكم الذاتي، مطالب كان ممكن تؤدي لإفشال المفاوضات، إلا إن إصرار صدام حسين نائب الرئيس العراقي على إنجاحها كان سبب في توقيع الاتفاق النهائي بين الحكومة والأكراد. وفي 11 مارس 1970 أصدرت حكومة البعث في العراق وثيقة أثبتت فيها حق الأكراد في الحكم الذاتي، وثيقة احتوت على تنازلات لم يقدمها أي نظام عراقي للأكراد. اعتبرت الوثيقة دي انتصار كبير للأكراد، وطبعا نسب الفضل فيها للملا مصطفى البرزاني اللي اتجمع حواليه مختلف القوى الكردية، علشان بعد شهر من الاتفاق تتشكل لجنة تنفيذية 4 منهم عرب و4 أكراد مهمتهم تنفيذ بنود الاتفاق. وأجرى الرئيس العراقي أحمد حسن البكر تعديل وزاري شمل تعيين 5 وزراء أكراد، وتعين أعضاء من الحزب الديمقراطي الكردستاني على رأس محافظات السليمانية وأربيل ودهوك. ووافقت الحكومة العراقية على ضم 6000 جندي من القوات الكردية البشمركة إلى الجيش، وعينتهم كقوات حرس حدود، والتزمت الدولة بدفع رواتبهم. إلا أنه كعادة الاتفاقات السابقة حصلت بعض الأحداث كانت سبب في وقف تنفيذ الاتفاق، منها محاولة اغتيال البرزاني وابنه، بالإضافة لخلافات حوالين رسم حدود مناطق الحكم الذاتي، ده غير تأجيل الحكومة العراقية تنفيذ بعض مواد الاتفاق، وكمان اتجاه الحكومة لتعريب بعض المناطق الكردية زي كركوك وغيرها من المناطق اللي اعتبرتها الحكومة مناطق استراتيجية ليها. وتعريب هنا معناه أن الحكومة بدأت تبني قرى أو مدن عربية وتسكن فيها عراقيين عرب في قلب المناطق اللي فيها العراقيين الأكراد. طبعا ده أقلق الحزب الديمقراطي الكردستاني وأدى لحالة من انعدام الثقة بين الطرفين، واتهم البرزاني الحكومة بأنها بتغير تركيبة السكان في المناطق المتنازع عليها
ده غير بدء مواجهات مسلحة لما قصفت الطائرات العراقية المناطق الكردية علشان يحشد البرزاني أتباعه لمواجهة جديدة ضد الجيش العراقي. أما صدام حسين فحاول إيقاف تدهور الأوضاع وسعى للوصول لتفاهمات جديدة مع البرزاني اللي في البداية رفض الحوار، إلا أنه وافق في وقت لاحق، وحصلت مباحثات بين وفد الحكومة العراقية بقيادة صدام ووفد من الأكراد. وفي وقت سارت كتير من بنود المفاوضات بشكل عادي، برزت الخلافات حوالين مصير كركوك على إدراك الطرفين لقيمتها الكبيرة، خاصة بعد تأميم منشآت النفط فيها. يعني اللي هينجح في ضم كركوك ليه هيكون ضمن مورد دخل ضخم. فطالب البرزاني بأنه تكون كركوك عاصمة لمنطقة الحكم الذاتي. في المقابل حاولت الحكومة إقناع البرزاني ترحيل الأكراد عن المدينة وتقديم أي مكاسب تانية ليه. وفي 11 مارس 1974 أعلنت حكومة بغداد من جانبها عن قانون الحكم الذاتي، ومنحت البرزاني مهلة أسبوعين للتفكير فيه. فكان رد الحزب الديمقراطي الكردستاني رفض القانون والتمسك بالعمل المسلح لتحقيق مطالبهم. قرار البرزاني برفض الاتفاق كان محل استغراب مش بس عند عموم الأكراد، ده كمان عند شريحة من أعضاء حزبه اللي قرر عدد منهم الانشقاق عن الحزب، لدرجة ان ابنه عبيد الله البرزاني قرر الانفصال عنه، وشاف ان ابوه مش عايز ينفذ الحكم الذاتي حتى لو حصل على محافظة كركوك بأكملها، وانه بيسعى بس للحكم المطلق. وفي خلال عامي 1974 و 1975 يدخل الطرفين في حرب اتوصفت بانها الاكثر دموية من الحروب السابقة، وده بسبب الدعم السوفيتي لحزب البعث وانعكاسه على قدرته العسكرية. السوفييت اللي كانوا بيدعموا لفترة أكراد إيران وبيأيدوهم في إقامة دولة مستقلة بيهم، دلوقتي واقفين بكل قوة قصاد نفس الناس ونفس الهدف في العراق. وبالدعم السوفيتي دخل حزب البعث في الحرب، وكان هدفه الأول القضاء بشكل نهائي على الحزب الديمقراطي الكردستاني وقائده الملا مصطفى البرزاني وقطع أي صلة ليهم بإيران. وفي نفس الوقت هيعملوا ده مع وعد بمنح السكان الأكراد نوع من الحكم الذاتي بشكل لا يؤثر على وحدة العراق. يعني كانوا بيقولوا لعموم الأكراد اتفضلوا عيشوا سوا في سلام تحت دولة واحدة، وكمان هتمنحوا نوع من الحكم الذاتي، وسيبونا احنا ندب في بعض مع البرزاني، ما تدخلوش انتوا، احنا عرضنا عليه مكاسب كتير وهو قرر مواصلة التمرد. طبعا في المقابل سعت الحركة الكردية مسلحة للسيطرة على محافظة كركوك بسبب أهميتها، لأنه زي ما قلنا السيطرة عليها تمنحهم اكتفاء اقتصادي. ودخلت إيران على الخط بدعم من أكراد العراق، وبقت تدعم فكرة الإطاحة بالنظام العراقي. أما البرزاني فجمع حوالي 50,000 جندي من البشمركة المدربين، ونفس العدد تقريبا من مسلحين غير نظاميين، في الوقت اللي دفعت بغداد بحوالي 90,000 جندي. في البداية قدرت قوات البرزاني انها تحقق بعض الانتصارات ضد الجيش العراقي اللي رد عليهم بحصار مواقع مهمة لقوات البشمركة، لكنه فشل في السيطرة على الطريق اللي بيربط المناطق الكردية بإيران علشان يظل باب الإمدادات بين أكراد البلدين مستمر. ومع تحقيق الجيش العراقي لانتصارات واضحة بدأت إيران في تقديم المساعدات للأكراد، مساعدات تخطت إرسال الأسلحة والمعدات لدعم مباشر من القوات الإيرانية المنتشرة على الحدود مع العراق اللي شاركوا في المعارك، علشان يتمكن الأكراد بفضل الدعم الإيراني من وقف تقدم الجيش العراقي. وبكده ترسخ عند بغداد قناعة بأن هزيمة الأكراد شبه مستحيلة طالما استمرت إيران في دعمهم. ونفكركم أن إيران في مرحلة سابقة حاربت الأكراد بنفسها وقضت تماما على جمهورية مهاباد، والبرزاني قرر محاربتها وخاض معارك ضدها، وفضلت إيران تلاحقه وتقاتل فيه لحد حدود الاتحاد السوفيتي. ودلوقتي الاتحاد السوفيتي هو اللي بيضرب في البرزاني وإيران هي اللي بتدعمه. هي دي أحوال السياسة والحكم. هنا قررت السلطات العراقية اللعب بشكل مختلف، فعرض النظام العراقي بشكل سري على إيران تخليها عن ترسيم حدود شط العرب لو أوقفت إيران دعمها للأكراد. يعني رموا للإيرانيين كارت صعب قوي يرفضوه. وفي نفس الوقت بدأت الحكومة العراقية في وضع خطة جديدة للضغط على الأكراد وتشتيت قوتهم. فكان المحور الأول بيتضمن فرض حصار اقتصادي قوي على المنطقة الكردية علشان يتسبب الحصار في حالة أشبه بالمجاعة أثرت جدا مش على المسلحين والمقاتلين، أثرت بشكل أكبر على المواطنين العراقيين الأكراد المدنيين. أما المحور الثاني فكان عبر حرب دعائية يقودها عبد الله مصطفى البرزاني بهدف تحطيم صورة مصطفى البرزاني من خلال كشف علاقاته مع إيران وكمان علاقاته مع الكيان الصهيوني اللي طبعا هيأثر على شعبيته وهيضرب في مصداقية مطالبه وهيتقال إن وراها أهداف تانية. في حين كان المحور الثالث الأكثر دموية وهدفه التأثير على معنويات السكان الأكراد من خلال عمليات القصف الجوي المستمر، بحيث يمثل السكان عامل ضغط إضافي على قيادات الأكراد العسكريين. وبالفعل شنت الطائرات العسكرية العراقية مئات الغارات دمرت خلالها 300 قرية كردية، وبدأت تحصل أزمة بسبب موجات النزوح من القرى الكردية المدمرة. فبعض الأكراد اتجهوا لإيران، وحاول البعض الوصول لتركيا إلا أن الحكومة التركية قررت غلق الحدود.
وفي أكتوبر 1974 يرسل الملا مصطفى البرزاني رسالة لمؤتمر القمة العربية اللي كان منعقد في مدينة الرباط المغربية، رسالة طلب فيها تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث اللي حصلت في كردستان والمساعدة في إنهاء الحرب بين الأشقاء وإنقاذ الشعب العراقي. وبالفعل نجح الملك حسين ملك الأردن في ترتيب لقاء بين ممثلين عن العراق وإيران وتوسيع المباحثات لتصبح على مستوى الوزراء. وفي ديسمبر 1974 استضافت مدينة اسطنبول مجموعة لقاءات بين وزراء من العراق وإيران، وفي نفس الوقت نشطت الوساطة المصرية الجزائرية حوالين نفس الموضوع. والتقى صدام حسين بشاه إيران مرتين بحضور الرئيس الجزائري هواري بومدين، وانتهت اللقاءات دي بتوقيع اتفاقية بين العراق وإيران. وكان المحدد الرئيسي للاتفاق وقف الدعم الإيراني للحركة القومية الكردية العراقية مقابل تنازل العراق عن نصف سيادته على شط العرب، وكان بلا شك تنازل مؤلم. فالعراق اتخلى عن اتفاقية سابقة أقرها القانون الدولي منذ عام 1937 بسيطرته على ممر شط العرب المائي. التنازل ما كانش سهل، انت بتتنازل عن المنفذ المائي الوحيد للبحر وأهم منفذ لتصدير النفط، بالإضافة انك بتتنازل بشكل أو بآخر عن إقليم عربستان أو اللي معروف برضه باسم الأهواز أو الأحواز. يعني أكراد العراق دول عراقيين، مهما تنازلت لهم فانت بتتنازل لمواطنين من نفس البلد، في حين انك مش موافق للاكراد على حكم ذاتي موسع الصلاحيات، بس موافق انك تتنازل عن اقليم كامل لدولة تانية وكمان فوقه منفذ بحري في غاية الاهمية. لكن يبدو ان القيادة العراقية كان عندها استعداد للتنازل عن اي حاجة مقابل القضاء على التمرد الكردي، واحتفلت بغداد بالانتصار والقضاء على ثورة الاكراد المسلحة. وبدأت الحكومة سياسة امنية لمنع تجدد الحراك، زي اقامتهم منطقة أمنية على الحدود الإيرانية والتركية وإرسال مئات الآلاف من الأكراد للمناطق العربية في محاولة لصهرهم مع العرب، بالإضافة لتحريب بعض المدن الكردية من خلال إرسال آلاف العرب للسكن والمعيشة هناك لتحقيق توازن نوعا ما بين المكونين العربي والكردي. وقررت الحكومة العراقية حظر استعمال كلمة كردستان، وكان بيستخدم مكانها كلمة منطقة الشمال أو الحكم الذاتي. وغادر الملا مصطفى البرزاني لإيران، ومنها سافر لأوروبا والولايات المتحدة، وحاول من الخارج استئناف كفاحه الكردي كما يراه أو مواصلة التمرد الكردي كما تراه الحكومة العراقية. في الوقت نفسه كان أبناء البرزاني الموجودين في إيران بيلملموا بقايا الحزب، وتعين مسعود البرزاني رئيس للقيادة المؤقتة للحزب ومن إيران إلى أكراد تركيا. ففي 27 نوفمبر 1978 يتم تأسيس حزب العمال الكردستاني اللي بيتم اختصاره BKK. اتأسس الحزب في ولاية ديار بكر التركية على إيد مجموعة من الطلاب الماركسيين أبرزهم عبد الله أوجلان. كان الهدف من تأسيس الحزب إنشاء دولة كردستان الكبرى المستقلة. وخلال عام 1979 وبسبب أهداف ونشاط الحزب اتعرض أوجلان للملاحقة الأمنية والقضائية في تركيا، وقرر الهروب لسوريا ومنها وصل للبنان. وبالعودة لأكراد العراق وفي مارس 1979 يتوفى الملا مصطفى البرزاني خلال تواجده بالولايات المتحدة الأمريكية، وبوفاته دخل الحزب مرحلة جديدة من الانشقاقات بسبب اختلاف وجهات النظر. ولكن في كل الأحوال تم انتخاب نجله مسعود البرزاني رئيسا للحزب، واختير سامي عبد الرحمن أمينا عاما للحزب. ومع قيام الجمهورية الإسلامية في إيران في نهاية السبعينات حصل خلاف داخل الحزب حول الثورة الإيرانية، فبعض كوادر الحزب وعلى رأسهم إدريس البرزاني الشقيق الأكبر لمسعود شافوا أنهم لازم يعلنوا دعم ومساندة الثورة الإيرانية. وبالفعل استطاع إنشاء علاقات مع قادة من الحرس الثوري، وزار وفد كردي برئاسته مدينة قم الإيرانية، وتم استقباله من آية الله الخميني علشان يتفتح باب جديد لدعم إيران لأكراد العراق بعد رحيل النظام اللي توصل لاتفاق مع النظام العراقي، علشان في سبتمبر 1980 تنشب الحرب العراقية الإيرانية. وبقى أكراد العراق نتيجة مطالبهم ونتيجة حروبهم السابقة مع الجيش العراقي ونتيجة وجود دعم إيراني سابق واحتمال حالي بقوا بين خيارين: إما يدعموا إيران ضد الجيش العراقي أو يدافعوا عن سيادة بلدهم العراق ضد إيران. ويختار فريق من الأكراد دعم إيران علشان تؤسس جبهة من بعض الأحزاب الكردية، منها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طلباني والحزب الاشتراكي الكردستاني والحزب الشيوعي العراقي وكمان حزب البعث المؤيد لسوريا. وحصلت الجبهة على دعم عسكري من إيران وسوريا وكمان من ليبيا. وتقرر الجبهة التوسع وكسب نفوذ في المناطق اللي بتتحدث اللغة الكردية. وبالعودة لتركيا ففي 12 سبتمبر 1980 يحصل انقلاب عسكري، يعتقل ضمن من اعتقل عدد كبير من عناصر وقيادات حزب العمال الكردستاني، وده اللي ادى لاضعاف نشاط الحزب في تركيا. وفي ديسمبر 1980 وفي حدث غير متوقع يوقع جلال طلباني اتفاقية وقف اطلاق النار مع الحكومة في بغداد اللي كانت عايزة تتفرغ لحربها مع ايران، واتفق الطرفين على تشكيل جيش عراقي كردي مكون من 40,000 مقاتل تكون مهمته حماية المناطق الكردية من الاعداء
الأجانب وتحديدا إيران. طبعا واجه الحزب انتقادات كتير لمجرد فكرة التقارب مع الرئيس صدام حسين، وخسر الحزب بسببها الدعم السوري والليبي وأكيد الإيراني. وفي 15 يوليو 1981 يعقد حزب العمال الكردستاني مؤتمره الأول في تركيا. دعا الحزب قياداته وأعضائه للعودة لمناطقهم الكردية علشان يبدأوا في إنشاء ميليشيا أو تنظيم عسكري تحت اسم وحدة تحرير كردستان، وقرروا فتح خطوط التواصل والتقرب من أكراد العراق لإقامة قواعد آمنة ليهم في شمال العراق. وفي 1982 انعقد المؤتمر الثاني لحزب العمال، وصاغ الحزب باستراتيجية عبارة عن 3 مراحل: الدفاع، التوازن، الهجوم، وكان بيهدف لطرد الجيش التركي الموجود في المناطق الكردية. طبعا الرد التركي على خطوات الحزب وميليشياته المسلحة ما تأخرش، فتضمن الدستور التركي الصادر عن الانقلاب العسكري في 1982 مادة بتنص على أن اللغة التركية هي اللغة الوحيدة المسموح استخدامها في المؤسسات التعليمية، مع التأكيد على منع استخدام أي لغة أخرى، غير حرمان الأكراد من إظهار أي حاجة تدل على هويتهم، لدرجة منع الغنى الشعبي باللغة الكردية. وعسكريا شن الجيش التركي هجمات على المناطق الحدودية التركية العراقية، خاصة بعد سماح مسعود البرزاني لحزب العمال الكردستاني التركي باستخدام الأراضي العراقية في نشاطاته وتدريباته العسكرية. وفي 31 مايو 1982 وبتنسيق مع الحكومة في بغداد شنت القوات التركية غارة جوية على الحدود العراقية التركية، لدرجة أن الجيش التركي دخل العراق ولاحق عدد من المتمردين، وقواته دمرت قواعد الحزب الديمقراطي الكردستاني. في المقابل وخلال عامي 1984 و85 نفذ حزب العمال أول عملية عسكرية في مدينة سرت التركية. بعدها استمرت عمليات الحزب في العديد من المدن التركية، وعلى إثرها قررت الحكومة التركية تزويد العشائر وأهالي القرى بالسلاح للمشاركة في الدفاع عن قراهم ضد توسع حزب العمال الكردستاني. وأنشأت الحكومة التركية شبكة من الأسلاك الشائكة على طول حدودها مع سوريا، يبدو أنه إجراء احترازي خوفا من استخدام مناطق الأكراد السوريين ضد الجيش التركي. وفرضت حالة الطوارئ في المناطق الكردية، ونشرت عدد كبير من قواتها في الولايات الشرقية. طبعا مع الأحداث دي والتنسيق العراقي التركي في الحرب ضد المسلحين الأكراد، وعلى رأسهم الحزب الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني، كان جلال طلباني وحزبه بيعيشوا حالة من العزلة، فحاول إعادة فتح خط مباحثات مع إيران من جديد، وبالتالي حاول استعادة التواصل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني اللي بيتزعمه دلوقتي أولاد البرزاني، تواصل بعد عداء قديم ما بين الطرفين ومنافسة على قيادة الحراك الكردي. في الوقت ده كان في أصوات بتنادي بضرورة التفاهم بين الأحزاب الكردية المختلفة لتوحيد الصفوف والجهود في سبيل قضيتهم دولة كردية مستقلة. وفي 1986 يصدر بيان مشترك من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بيان دعوا فيه إلى الوحدة في مواجهة النظام العراقي. والتقى جلال طلباني ومسعود البرزاني في إيران لتشكيل الائتلاف. أيها استضافت إيران المباحثات الكردية، ففي خضم حربها مع العراق كان مستحيل طهران تفوت فرصة عظيمة زي دي، وكمان قررت دعم الأكراد بالمال والسلاح والتدريب العسكري. بعدها تصطدم ميليشيا الأكراد مع القوات العراقية ويجبروهم على الانسحاب، وبالفعل سيطر الائتلاف الكردي على بعض المناطق والجبال وحصروا مدينة دهوك في شمال العراق. وفي فبراير 1987 يعلن الحزبان نيتهم مواصلة العمل المسلح من أجل تشكيل جبهة وطنية كردستانية والتعاون مع جبهة المعارضة الوطنية العراقية، وتعهدوا بتوحيد قوات البشمركة. وتشكلت الجبهة الكردية وضمت 5 أحزاب كردية رئيسية، من بينها حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. واستطاع الأكراد بعد الدعم الإيراني السيطرة على عدد من المدن والمناطق. واستثمرت إيران السيطرة الكردية، وتوغلت قوات الإيرانية بكل حرية في المناطق اللي سيطر عليها الأكراد. على الجانب الثاني استشعر صدام خطر تقارب الأكراد مع الإيرانيين، فقرر إقامة منطقة عازلة بالقرب من السليمانية. وعشان يحقق الهدف ده أزال 100 قرية كردية من الوجود، وشرد أكثر من 55,000 مواطن عراقي كردي. وعين صدام حسين بن عمه اللواء علي حسن المجيد، عينه رئيسا لمكتب شؤون الشمال بمجلس قيادة الثورة، وكلفوا بإعادة السيطرة على المنطقة ومنحوا سلطة مطلقة. استخدم المجيد سياسة الأرض المحروقة مع الأكراد، وقرر تنفيذ عمليات ترحيل وإعدام جماعي، لدرجة أن عبد المجيد بقى اسمه بس بقى مرعب عند الأكراد أكتر من صدام حسين نفسه. وفي فبراير 1988 بدأ علي حسن المجيد في عملية عسكرية أطلق عليها اسم الأنفال، سلسلة من العمليات العسكرية والقصف العشوائي ضد المناطق الكردية بهدف إفراغها والسيطرة الكاملة عليها.
استمرت العملية 3 أسابيع ارتقى فيها عشرات الآلاف بالأكراد ما بين قتيل وجريح، ودمرت مئات القرى الكردية بالكامل. واتهم جلال طلباني النظام العراقي بتنفيذ عمليات إبادة جماعية. وفي 15 مارس 1988 سيطرت قوات كردية إيرانية مشتركة على بلدة حلبجة الاستراتيجية، ودي بلدة حدودية بين إيران والعراق وتقع ضمن محافظة كركوك. وأوقعت القوات المشتركة خسائر كبيرة في القوات العراقية. وفي اليوم التالي 16 مارس 1988 يرد الجيش العراقي بقصف المدينة بالكيماوي. ألقت القوات العراقية ولمدة 5 ساعات على المنطقة خليط من غاز الخردل والسارين وغازات الأعصاب، نتج عنه 5000 شهيد معظمهم نساء وأطفال، ده غير آلاف المصابين. وبعد حوالي أسبوع من هجوم حلبجة بدأ علي حسن المجيد اللي أصبح مشهور باسم علي كيماوي بدأ مرحلة جديدة من عمليته العسكرية، الهدف منها القضاء تماما على أي نفوذ كردي جنوب السليمانية. واستمرت عملياته العسكرية على المناطق الكردية. طبعا لازم نشير ونؤكد أن في المقابل الميليشيا الكردية والإيرانية ما كانتش ودودة وبريئة بتوزع ورد وبتنشر السلام وبتلتزم بالمواثيق الدولية وبتحترم حقوق الإنسان. كانت الحركات المسلحة الكردية بترتكب هي كمان برضو مجازر، طالت مواطنين عراقيين وأتراك ودمرت قرى ومدن. ونتيجة لإنهاك إيران العسكري والاقتصادي في الحرب مع العراق قررت طهران سحب قواتها من المواقع الكردية، وقبلت إيران بقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار. انسحاب الإيرانيين ما يعني إضعاف موقف الأكراد دفع النظام العراقي لحشد قواته للقضاء على النفوذ الكردي. وفي 25 أغسطس 88 تبدأ عملية عسكرية سميت بالخاتمة، قصف فيها الجيش العراقي القرى والوديان اللي احتشد فيها البشمركة والمدنيين الأكراد الفارين من الحرب. قصفتهم الطائرات بمواد شديدة الانفجار، وهرب آلاف الأكراد لتركيا فرا من جحيم الإبادة الجماعية في العراق. وفي تركيا منتصف 88 شن حزب العمال الكردستاني هجوم على منازل حراس القرى. وحراس القرى دول عبارة عن متطوعين اللي تم تسليحهم لمواجهة الميليشيا الكردية المسلحة. استهدفت ميليشيات حزب العمال الكردستاني حراس القرى في مناطق مردين وسرت وهكاري التركية، وكادوا انهم يقضوا على نظام حراس القرى بالكامل، خاصة بعد انخفاض المتطوعين من 20,000 ل 6,000 متطوع. إلا أن الحزب تعرض لنكسة بعد ما ألغى مسعود البرزاني اتفاقه مع الحزب، الاتفاق السابق اللي كان بيسمح ليهم باستخدام الأراضي العراقية. واتقال أن سبب إلغاء مسعود لاتفاقه مع حزب العمال الكردستاني هو القسوة والوحشية اللي استخدمتها ميليشيا حزب العمال ضد القرى المنضمة لنظام حراس القرى. وفي أبريل 1990 حول حزب العمال جنازة أحد أعضائه في مدينة ناصيبين التركية إلى مظاهرة شعبية، اللي اتطورت بعد كده لإضرابات طلابية وعمالية واحتجاجات ثم اشتباكات، وقع خلالها عشرات القتلى والجرحى. ويرد مجلس الأمن التركي بإصدار القانون رقم 413 واللي بموجبه منح من خلاله الحاكم العام في 11 مقاطعة كردية صلاحيات استثنائية، منها فرض حظر التجول والرقابة على الصحف. في المقابل صرح الرئيس التركي تورغوت أوزال بأن حكومته تفكر في حل جذري للقضية الكردية، كان يقصد حل سياسي. وفي 1991 عبر مسعود يلمز قبل تعيينه رئيسا للوزراء في تركيا عن رغبته في أن تصبح اللغة الكردية هي اللغة الرسمية الثانية في تركيا. أما الرئيس تورغوت أوزال فأعلن عن قبوله فكرة إقامة منطقة كردية تتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق. في الوقت نفسه حذر عبد الله أوجلان من استمرار سفك الدماء، وقال إن كل المطلوب هو الحكم الذاتي وبعض الحقوق والصلاحيات، وإن فكرة أو مسألة الانفصال عن تركيا مش موجودة في الوقت الحالي، علشان الشعب الكردي محتاج تركيا ولا يستطيع الانفصال عنها قبل فترة لا تقل عن 20 ل 40 سنة على الأقل. وبالعودة للعراق في أغسطس 1990 بعد احتلال العراق للكويت، احنا كنا عاملين حلقة بعنوان غزو الكويت فيها تفاصيل مهمة، هنسيب لكم الرابط في التعليقات. شكل تحالف دولي وعربي ضد العراق، وقصف الجيش العراقي اللي خسر كتير من قواته ومعداته، ودمرت كتير من منشآت البنية التحتية المدنية، وفرض حصار على الشعب العراقي وعقوبات اقتصادية دولية. بعدها في مارس 1991 استغل الأكراد الغزو الأمريكي للعراق وتمردوا على الحكومة، واستولوا على عدد من المدن الرئيسية بما فيها مدينة كركوك. وبسبب المواجهات مع الأكراد غادرت القوات العراقية المدن الشمالية السليمانية وأربيل ودهوك وكركوك، وبالشكل ده أصبحت منطقة كردستان العراق منطقة مستقلة. وفي ظل ظروف سيئة للدولة العراقية حكومة وشعبا انتزع الأكراد حقهم بالسلاح. وفي 5 أغسطس 1991 نفذت الطائرات التركية عشرات الغارات على شمال العراق لقصف الأكراد المنتمين لحزب العمال والمتعاونين معهم من أكراد العراق. ورافق الغارات الجوية دي توغل بري تركي داخل الأراضي العراقية،
وقررت تركيا إقامة منطقة عازلة بعمق 5 كيلومتر في شمال العراق، وهدفت العملية دي لمنع المقاتلين الأكراد من التسلل لتركيا. وفي تحول جديد في الملف الكردي لعامل زي الخلاط كده، كل شوية تلاقي حبة متجمعين على بعض، يقرر مسعود البرزاني دعم ومساعدة القوات التركية في حربها ضد حزب العمال الكردستاني. وهربا من القصف التركي، قدرت بعض الإحصائيات عبور نصف مليون كردي تركي للمناطق الكردية في العراق. وتحت الضغط التركي الشديد والمدعوم من البرزاني اللي عنده بالتأكيد معلومات وقوات على الأرض أفادت الأتراك، يعلن حزب العمال الكردستاني قبوله بتسوية سلمية مع تركيا، وعرض على أنقرة بدء مفاوضات وقف إطلاق النار في حال وافقت على إطلاق سراح سجناء الحزب وأوقفت حربها ضد الأكراد، مع سماحها لحزب العمال بممارسة نشاط سياسي داخل تركيا علشان تبدأ مفاوضات بين الطرفين. وفي العراق، وبعد انتهاء حرب الخليج، فرض مجلس الأمن الدولي حظر جوي على شمال وجنوب العراق، قيل إنه لحماية الأكراد والشيعة، ومنعت القوات العراقية من دخول المناطق دي. وبدأ الأكراد يحسوا بنوع من الاستقلالية مع حماية دولية ليهم، بقوا دولة داخل دولة. وفي 1992 عقد الأكراد أول انتخابات برلمانية في مدن الإقليم اللي شهدت تقاسم حزبي بين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طلباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني، اللي تقريبا اقتسموا مقاعد البرلمان بالتساوي. وانعقدت أول جلسة برلمانية في مدينة أربيل، إلا إن حالة الهدوء والسلم دي لم تدم طويلا بسبب الصراع الكردي على تقاسم النفوذ والسيطرة على الموارد والاقتصاد. وبالعودة لتركيا، وفي منتصف مارس 1993 أعلن حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار من جانب واحد بعد محادثات غير مباشرة مع النظام التركي. محادثات انتهت بعد شهر من وفاة الرئيس التركي تورغوت أوزال، علشان يخسر حزب العمال رجل الدولة الوحيد اللي أبدى مرونة بقدر ما بشأن القضية الكردية. فبعد وصول الرئيس التركي الجديد سليمان ديميريل، أعلن وقف مباحثات السلام والمفاوضات بشكل كامل مع حزب العمال، ورفع قادة الجيش التركي شعار لا مفاوضات ولا تنازلات مع الأكراد، وقرروا القضاء بشكل نهائي على الحزب. وحظرت أنقرة الأحزاب الكردية، وما كانش قدام عبد الله أوجلان بديل عن إنهاء وقف إطلاق النار واستئناف القتال. وسيطر الحزب على المنطقة الجنوبية الشرقية في تركيا زي ماردين وغازي عنتاب وديار بكر، وبدأ في تنفيذ عمليات انتحارية وشن سلسلة من الهجمات على المدنيين وكمان على المناطق السياحية. وحذرت السفارات مواطنيها من زيارة تركيا، ده غير الهجوم على المؤسسات التركية في الخارج زي الهجوم اللي استهدف السفارة التركية في مدينة بيرن السويسرية. وفي مايو 1994 تتدهور الأمور بين قيادات الحركة الكردية، لما أدى الخلاف والصراع على النفوذ والموارد لنشوب حرب أهلية. بدأ جلال طلباني ومسعود البرزاني حرب أهلية، وخلال الحرب استعان البرزاني بالرئيس العراقي صدام حسين وطلب منه دعم عسكري للتصدي لقوات طلباني اللي كانت سيطرت على محافظة أربيل مركز إقليم كردستان. وبالفعل يستجيب صدام حسين ويقدم دعم لقوات كردية وحزب كردي هي في الأول وفي الآخر بتحلم في يوم برضه بالحكم الذاتي، وتكسر القوات العراقية مناطق الحظر المفروضة ويدفع بحوالي 30,000 جندي. وقدر البرزاني استعادة السيطرة على مدينة أربيل، وسقط في الحرب دي حوالي 5000 قتيل. ولكن القوات العراقية ما استمرتش كتير فاضطرت للانسحاب. وفي 20 مارس 1995 نفذ الجيش التركي عملية الغسق ضد مناطق الأكراد في شمال العراق، العملية اللي شارك فيها 35,000 جندي بالإضافة لسلاح الطيران اللي قصف أهداف كردية داخل العراق. واقترحت أنقرة إعادة ترسيم الحدود التركية العراقية بحيث تقدر تركيا من خلال إعادة الترسيم فرض سيطرة أكبر على بعض المناطق الحدودية تمنع بها تسلل المقاتلين الأكراد لتركيا. وبسبب الهجمات التركية المتكررة تقلصت المساحة اللي كان بيسيطر عليها حزب العمال. وفي يوليو 1998 يقرر عبد الله أوجلان عرض وقف إطلاق النار مرة تانية، إلا أن الحكومة التركية لم تستجب بالعرض، بالعكس حشدت آلاف من الجنود على طول الحدود السورية مع تركيا، وطلبت من الحكومة السورية طرد حزب العمال الكردستاني وتسليم عبد الله أوجلان واللي كان في الفترة دي بيتنقل ما بين لبنان وسوريا. وفي أكتوبر 1998 وجهت أنقرة تحذيرها الأخير لدمشق، تحذير كان في طريقه للتحول لحرب بين تركيا وسوريا قبل ما يتدخل الرئيس المصري محمد حسني مبارك لوقف تدهور العلاقات بين البلدين، وينجح بالفعل في تحسين الأجواء بعد توقيع اتفاقية أضنا في 20 أكتوبر، الاتفاقية اللي ركزت على التعاون الأمني بين البلدين. وفي 15 فبراير 1999 يتم اعتقال عبد الله أوجلان من مطار العاصمة الكينية نيروبي وتسليمه لاحقا للسلطات التركية اللي حكمته وقررت سجنه بتهمة الخيانة. وفي شهر يونيو 1999 اتحكم عليه بالإعدام
وكان لاعتقال أوجلان أثر مباشر على حزبه. فحصل تغيير في أفكار حزب العمال الكردستاني، وكان في أفكار بتنادي بالتخلي عن العمل المسلح، وأن الأكراد يسلموا سلاحهم ونفسهم للسلطات التركية ويسلكوا طريق سياسي. وكان في برضه رأي بيطالب بالتخلي الكامل عن فكرة استقلال الأكراد. وحصلت خلافات بين أعضاء الحزب، وكان رأي عبد الله أوجلان إلغاء فكرة كردستان المستقلة، وحث أوجلان أتباعه بإجراء مفاوضات مع الحكومة التركية والتوصل لحل سلمي للقضية الكردية. وطبعا نتج عن الخلافات دي انشقاق عدد من قيادات واعضاء الحزب. وفي سبتمبر 1999 اعلن حزب العمال وقف اطلاق النار مع تركيا من طرف واحد، وفعليا استمر وقف اطلاق النار بين الطرفين اكثر من سنه، عشان في ابريل سنه 2000 يدخل الاف من الجنود الاتراك لشمال العراق بحثا عن المقاتلين الاكراد، على الرغم من تاكيدات حزب العمال استجابته لرغبه اوجلان بتحقيق السلام. ولكن يبدو ان الاتراك شافوا ان الحزب بيراوغ وبيحاول يكسب وقت. ومن تركيا لسوريا. وفي نفس السنة، سنة 2000، مع وصول بشار الأسد للرئاسة، يشعر الأكراد بوجود فرصة ليهم لتحقيق أهدافهم، ونادت القوى الكردية بالمساواة والحصول على حقوقها السياسية والثقافية. في البداية أظهر نظام بشار تفاعل إيجابي لما سمح ببعض الفعاليات لأحزاب كردية على الرغم من كونها أحزاب غير شرعية أو غير مصرح ليها بالعمل. ولكن الأجواء دي ما استمرتش كتير. ففي مارس في 2004، وبعد مباراة كرة قدم، حصلت اشتباكات بين الجماهير، جماهير كردية في مقابل جماهير عربية. تطورت الاشتباكات دي وتوسعت لتشمل مدن كردية وسط محاولات قوات الأمن إنهاء الاشتباكات، علشان تسفر الأحداث دي عن 25 ل 40 قتيل كردي بحسب الإحصاءات المختلفة، ده غير مئات المصابين و2000 معتقل بحسب جهات كردية. وفي يونيو 2005 قرر حزب البعث السوري فتح ملف الأكراد غير المجنسين وتسوية ما أسماه بشار بالمشكلة الكردية، وأكد على الفصل التام بين السوريين الأكراد وبين الأكراد النازحين لسوريا من العراق أو غيرها من البلاد. وفي المجمل فوضع أكراد سوريا مختلف بعض الشيء، من حيث انهم ما كانوش بيطالبوا بالانفصال عن سوريا، وكانت مطالبهم عادة بتتلخص في الحصول على بعض الحقوق زي منح الجنسية السورية لغير المجنسين منهم، المساواة السياسية، وإلغاء قانون الطوارئ. وبالعودة لتركيا، ففي نوفمبر 2002 يفوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات البرلمانية في تركيا. وبعد الانتخابات أكد الحزب على استئناف مباحثات السلام مع حزب العمال، ورفع الحزب الحظر المفروض على منع الآباء من تسمية أبنائهم بأسماء كردية. وفي وقت لاحق مع إلغاء البرلمان التركي لعقوبة الإعدام في تركيا، تقرر تخفيف حكم الإعدام لأوجلان للسجن المؤبد. وفي أبريل 2003 وبعد سقوط نظام صدام حسين وفي ظل الاحتلال الأمريكي، تحولت منطقة الحكم الذاتي الكردي لإقليم كردستان العراق، ودخلت ضمن الكيان غير الاتحادي، وبقى عندها الحق في انتخاب مؤسساتها الرسمية، وأصبح الإقليم يتمتع بصلاحيات واسعة. ففي الدستور العراقي المادة 4 فإن نظام الحكم في العراق جمهوري اتحادي فيدرالي ديمقراطي تحددي، وأن السلطة بيتم تقاسمها بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية. واعترف الدستور بحكومة إقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية لمدن دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى. ولكن مع ذلك استمر الخلاف على مدينة كركوك، وقدر جلال طلباني ومسعود البرزاني من فرض نفسهم على المشهد العراقي، ودخلوا العملية السياسية في العراق وشغلوا مواقع قيادية، وبكده يكون أخيرا قدر أكراد العراق يحققوا حلمهم. طبعا مع السيولة الأمنية في العراق والتوسع الكردي وسيطرتهم على شمال العراق، دفع أنقرة لتحذير الأكراد العراقيين من أي محاولة لزيادة مساحة أو نفوذ منطقة الحكم الذاتي، وده لوقت أي تفكير في توسيع الحكم الذاتي ليشمل أكراد تركيا. وفي سنة 2004 أعلن حزب العمال الكردستاني العودة للعمليات العسكرية ضد تركيا، وبدأ الحزب في حرب شوارع ضد المدنيين في أنقرة وأنطاليا وغيرها من مدن. ووجه الحزب رسالة للسياح يدعوهم فيها لعدم الذهاب لتركيا حفاظا على حياتهم. وفي 4 أكتوبر 2004 حملت أنقرة حزب العمال مسؤولية تفجيرين استهدفا فندقين في اسطنبول، نتج عنهم قتيلين وعدد من الجرحى. وفي العراق في 2005 الانتخابات البرلمانية، يفوز تحالف جلال طلباني ومسعود البرزاني. أيوة، الطلباني والبرزاني عملوا تحالف انتخابي سوا وفازوا بالمرتبة الثانية في البرلمان بعد الائتلاف الشيعي، علشان يعين جلال طلباني رئيسا للعراق ويصبح أول رئيس عراقي كردي. وفي يونيو 2007 تصدر محكمة الجنايات العليا العراقية حكم بالإعدام شنقا على وزير الدفاع في عهد صدام حسين علي حسن المجيد بسبب دوره في العملية العسكرية اللي شنها ضد الأكراد. وفي 2009 أطلقت تركيا مبادرة الانفتاح الديمقراطي أو الانفتاح الكردي، واللي اتسمت بعد كده بمشروع الوحدة الوطنية والأخوة. وفي 11 سبتمبر 2009 قال مسؤولين أتراك إنه وللمرة الأولى سيسمح بتدريس اللغة الكردية اللي كانت محظورة في إحدى الجامعات التركية، وأن الدراسات العليا باللغة الكردية
العملية هتبدأ في أقرب وقت في جامعة أرتكولو بإقليم ماردين. وفتح النظام التركي مفاوضات مع عبد الله أوجلان ومع الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني، إلا أن المبادرة دي تبخرت تماما في 7 ديسمبر 2009 بعد عودة مقاتلي حزب العمال وهجومهم على مدينة توكات التركية. وفي نوفمبر 2010 ينتخب البرلمان العراقي جلال الطلباني رئيسا للعراق في ولاية تانية بعد حصوله على غالبية الأصوات. وفي نهاية 2012 يكلف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مسؤولي جهاز الاستخبارات التركي بتدشين عملية حوار مع الزعيم الكردي المعتقل عبد الله أوجلان، الهدف منها الوصول لحالة من السلام ووقف إطلاق النار، علشان مع بداية 2013 تحصل مفاوضات بين أوجلان في سجنه بجزيرة أمرلاي في بحر مرمرة مع مسؤولين من جهاز الاستخبارات التركية بقيادة رئيس الجهاز هاكان فيدان. وفي مارس 2013 أعلن حزب العمال الكردستاني بشكل رسمي وقف إطلاق النار مع تركيا مقابل تعهد تركي بإصلاحات في النظام الانتخابي وإعطاء الأكراد الحق في التعلم باللغة الكردية. وخلال احتفالات النوروز في منطقة ديار بكر والنوروز عيد رأس السنة الفارسية والسنة الكردية، قرأ أحد المسؤولين الأكراد رسالة من الزعيم الكردي عبد الله أوجلان يدعو فيها لإيجاد حل سلمي وديمقراطي للمسألة الكردية، ودعا أوجلان من سجنه الحزب لوقف القتال وانسحاب المقاتلين من تركيا، وقال: اليوم بداية عهد جديد يجب أن تعلو فيه السياسة على السلاح. وفي 8 مايو 2013 حصلت اشتباكات بين الشرطة التركية ومؤيدين لحزب العمال الكردستاني في إقليم سيزر التركي قبل ساعات من دخول قرار انسحاب مقاتلي الحزب من جنوب شرق تركيا لشمال العراق. وفي النهاية انسحبت نسبة محدودة بس من قوات الحزب من الأراضي التركية، وتوقفت عملية الانسحاب في سبتمبر 2013 بعد ما اتهم حزب العمال الحكومة التركية بالإخفاق في اتخاذ إجراءات الإصلاح اللي وعدوا بيها. وفي 30 سبتمبر 2013 أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سلسلة إصلاحات على مستوى تركيا من شأنها زيادة حقوق الأقلية الكردية، إلا أن حزب العمال الكردستاني أعلن أن الحكومة التركية لم تستشرهم بشأن الإصلاحات، وأن أردوغان لجأ للمماطلة بهدف الفوز في انتخابات جديدة. وفي 12 يناير 2014 حذر عبد الله أوجلان في رسالة من محبسه من فشل المفاوضات بين الحكومة التركية والأكراد، وطلب من أنقرة تلبية مطالب الأكراد والتسريع في عملية الحوار وتحقيق السلام. وفي أغسطس 2014 يترشح القيادي الكردي صلاح الدين ديمرتاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة التركية في مواجهة أردوغان، واستطاع بالفعل الحصول على 9.5% من الأصوات، وانتهت الانتخابات بفوز أردوغان بالرئاسة. وفي 6 أكتوبر 2014 وبالتزامن مع هجوم تنظيم الدولة على مدينة عين العرب كوباني في سوريا، خرج أنصار حزب العمال للشوارع في 35 ولاية تركية بناء على دعوة حزب الشعوب الديمقراطي، وأسفرت المظاهرات دي عن مقتل شرطيين و31 مدني. وفي 28 فبراير 2015 وقبل الانتخابات البرلمانية في تركيا، ظهر مسؤولين من حزب العدالة والتنمية الحاكم وقيادات من الشعوب الديمقراطي الكردي ظهروا قدام وسائل الإعلام لقراءة رسالة موجهة من عبد الله أوجلان دعا فيها الحزب لعقد مؤتمر لمناقشة وضع حد للنزاع المسلح. في نفس الوقت أعلن قيادات حزب العمال الكردستاني المتمركزين في جبال قنديل في شمال العراق أن الحزب لا يفكر في إلقاء السلاح قبل موافقة حزب العدالة والتنمية على استعمال خريطة الطريق اللي وضعها أوجلان. وفي 22 يوليو 2015 تنتهي عملية السلام بين تركيا والحزب بعد قيام عناصر من الحزب بقتل 2 من رجال الشرطة داخل بيوتهم، ورجعت الاشتباكات من جديد بين الطرفين. وفي يونيو 2015 وبعد خطوة ترشحهم في انتخابات الرئاسة في عام 2014 قرر حزب الشعوب الديمقراطي خوض الانتخابات البرلمانية بعد ما كان قبل كده بيدفع بالمرشحين بشكل مستقل. وطبعا الحزب ليه شعبية في ولايات شرق تركيا الحدودية، فاستطاع الحزب الحصول على نسبة 13% من أصوات الناخبين، نسبة البعض قال إنها كانت السبب في عدم حصول الحزب الحاكم العدالة والتنمية على الأغلبية المطلقة. وفي أغسطس 2015 أعلن حزب العمال أن 16 منطقة جنوب شرق تركيا أصبحت مناطق حكم ذاتي خاضعة ليه، وبدأ في تحصين المناطق دي وحفر خنادق عسكرية. واتهمت تركيا رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي بتسهيل استخدام معدات وآليات البلدية المخصصة للإصلاح والتعمير في حفر الخنادق والتحصينات ضد الجيش التركي. وبدأت تركيا عملية عسكرية قدرت خلالها استعادة السيطرة على المناطق دي في معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 2500 من مقاتلي
لحزب الشعوب الديمقراطي في مقابل مقتل حوالي 500 من أفراد الجيش والشرطة التركية. ومن بداية 2016 وحتى منتصف السنة تبنى تنظيم يسمى صقور حرية كردستان تبنى العديد من العمليات العسكرية في تركيا راح ضحيتها عشرات القتلى من العسكريين والمدنيين، منها تفجيرين وقعا أمام استاد في اسطنبول أسفر عن مقتل 38 شخص وإصابة 155. وتنظيم صقور حرية كردستان اتأسس سنة 2004 بعدما أعلن انشقاقه عن حزب العمال. وفي أغسطس 2016 أطلقت الحكومة التركية عملية عسكرية سمتها درع الفرات كأول توغل عسكري تركي في سوريا لاستعادة مدينة جرابلس السورية القريبة من حدود التركية بعد ما سيطر عليها مقاتلين من تنظيم الدولة. ولكن كان في هدف ثاني من العملية وهو منع قوات سوريا الديمقراطية الكردية من السيطرة على المدينة وضمها لمدينة منبج وتوسيع نفوذها في مناطق مختلفة في الداخل السوري بالقرب من الحدود التركية. وفي 4 نوفمبر 2016 اعتقلت قوات الأمن التركية صلاح الدين ديمرتاش وفيقان بوكسكداغ الرئيسين المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني بالإضافة ل10 من نواب الحزب بعد رفضهم الإدلاء بإفادتهم في عدد من القضايا المرفوعة ضدهم. وفي أبريل 2017 وبسبب الخلافات المتكررة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد قرر رئيس الإقليم مسعود البرزاني إجراء استفتاء في الإقليم وترك الشعب يحدد مصيره، إما يقرر استقلال كردستان عن العراق بالكامل أو إبقاء علاقة بين الإقليم وحكومة بغداد. وبالفعل اتفق الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة البرزاني مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية العراقية السابق جلال الطلباني على تشكيل لجنة موسعة تكون مهمتها تحديد وقت وآلية إجراء الاستفتاء. وفي 25 سبتمبر 2017 بدأت عملية الاستفتاء في 4 محافظات بإقليم كردستان وهي أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة بالإضافة لبعض المحافظات المتنازع عليها زي كركوك. وانتهى الاستفتاء بموافقة حوالي 93% على الانفصال. وأعلنت الحكومة العراقية رفضها للاستفتاء ونتائجه. وحذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حذر المسؤولين الأكراد مما سماه اللعب بالنار وقال إن الاستفتاء هينتج عنه تمزيق وحدة العراق. أما رد فعل دول الجوار فكان شبيه ومتسق مع رد فعل حكومة بغداد، فتركيا وإيران أعلنتا رفضهم لاستفتاء ونتائجه ولم تعترف برضه بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي 27 سبتمبر فوض البرلمان العراقي رئيس الوزراء للسيطرة على حقول النفط في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها مع كردستان. وطلب رئيس الوزراء العراقي من إقليم كردستان تسليم المطارات الموجودة فيه للحكومة الاتحادية واداهم مهلة 3 أيام ودعا لإلغاء نتائج الاستفتاء على الانفصال كشرط للدخول في حوار لحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد. وبعد انتهاء المهلة اللي منحتها حكومة بغداد فرضت حظر جوي على إقليم كردستان وتوقفت كل الرحلات الدولية من مطاري مدينتي أربيل والسليمانية. وفي منتصف يناير 2018 انطلقت عملية غصن زيتون ودي عملية عسكرية قادها الجيش التركي بمشاركة الجيش السوري الحر ضد وحدات حماية الشعب الكردية بمدينة عفرين السورية الحدودية مع تركيا. وتخضع مدينة عفرين سياسيا للإدارة الذاتية في سوريا وتخضع أمنيا وعسكريا لوحدات حماية الشعب الكردية. وقتها أعلن الرئيس التركي أردوغان أن العملية هتستمر بعد عفرين لمدينة منبج وهتكمل حتى حدود العراق لتطهير كل المناطق دي من التواجد الكردي لحزب العمال ووحدات حماية الشعب الكردية. وفي منتصف مايو 2018 أعلن الزعيم الكردي صلاح الدين ديمرتاش من داخل سجن أديرنا التركي عن خوض الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في 24 يونيو 2018. وبالفعل سمحت هيئة الانتخابات لديمرتاش بالترشح من داخل محبسه وخاض الانتخابات وحصل على نسبة حوالي 8.5% في الانتخابات اللي فاز فيها أردوغان. وفي 9 أكتوبر 2019 أطلق الجيش التركي عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمال سوريا للقضاء على ما أسمته تركيا الممر الإرهابي وإنشاء منطقة آمنة من مدينة جرابلس حتى مدينة الملكية السورية. وتزامنت العملية دي مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من المنطقة. وفي يونيو 2021 أجرى الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر زيارة لأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق على رأس وفد من تحالف سائرون للاجتماع مع قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني لبحث إمكانية التحالف بينهم قبل الانتخابات المقبلة. وحصل شبه توافق بين الطرفين على الدخول في تحالف واحد إلا أن انسحاب الصدر من الانتخابات وعودته بعد ذلك كان سبب في تفكك التحالف ده. وفي سبتمبر 21 وصلت إيران توسعها العسكري داخل العراق، توسع بدأ منذ الاحتلال الأمريكي وسقوط
سقوط صدام. توسعت إيران عسكريا داخل إقليم كردستان العراق، وقالوا إن تدخل هدفه التصدي للمتمردين الأكراد وسيطرة القوات الإيرانية على جبل شيخ هادار اللي يعتبر أعلى قمة في كردستان العراق، وأنشأت فيه قاعدة عسكرية. طبعا التدخل الإيراني بالشكل ده فسره بعض المحللين والسياسيين بأنه محاولة ضغط من طهران على حكومة إقليم كردستان للتقيد بالخط الأمني اللي رسمته ليهم طهران وإلزامهم بالوقوف بجوار حلفاء إيران السياسيين في بغداد. وفي أكتوبر 21 تم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات العراقية اللي شهدت حصول التيار الصدري على 73 مقعد والحزب الديمقراطي الكردستاني على 32 مقعد، علشان تفشل الكتل السياسية في تشكيل حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية. وفي فبراير 2022 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرار بأن الحكومة الاتحادية في بغداد هي الوحيدة التي تتمتع بالحق الدستوري في تصدير النفط الخام الأمر اللي نزع الشرعية عن مبيعات النفط اللي بيقوم بها إقليم كردستان. إلا أن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور البرزاني رفض قرار المحكمة الاتحادية بتسليم ملف النفط والغاز لبغداد، ووصف القرار بأنه قرار سياسي وغير دستوري. في نوفمبر 2022 وفي الوقت اللي شهدت إيران احتجاجات بسبب وفاة مهسا أميني الفتاة الإيرانية الكردية اللي توفت أثناء اعتقال قوات الأمن الإيراني ليها، في الوقت اللي بتقول السلطات الإيرانية أن أميني توفت بسبب أزمة قلبية مفاجئة، بتوجه اتهامات مباشرة بأن الوفاة حدثت بسبب تعرض أميني للتعذيب. في الوقت ده نوفمبر 2022 شن الحرس الثوري الإيراني هجمات على مواقع لمجموعات كردية إيرانية متمردة بين محافظتي أربيل والسليمانية في إقليم كردستان العراق، واتهمت طهران المجموعات الإيرانية بتأجيج الاحتجاجات في إيران. وفي 8 نوفمبر 2022 يقرر الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال مؤتمره ال14، المؤتمر اللي اتأخر عقده 12 سنة، قرر إعادة انتخاب مسعود البرزاني رئيسا للحزب للمرة السادسة على التوالي وبالعودة لتركيا. وفي 13 نوفمبر 2022 يحصل تفجير في منطقة تقسيم باسطنبول، التفجير اللي أسفر عن مقتل 6 وإصابة العشرات. وفي خلال أيام قليلة أعلنت مديرية الأمن العامة في اسطنبول اعتقال عدد من الأشخاص المتورطين في التفجير، كان أبرزهم منفذة التفجير أحلام البشير. وبحسب بيان مديرية الأمن فأحلام اعترفت أثناء التحقيقات بعملها وانتمائها لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وأن الأوامر والتعليمات الخاصة بالتفجير وصلتها من قيادات الحزب بمدينة عين العرب كوباني السورية. وفي 22 مارس 2023 أعلن حزب الشعوب الديمقراطي عدم طرح مرشح خاص بهم للانتخابات الرئاسية، واكتفوا بإعلان تأييدهم لمرشح تحالف المعارضة كمال كليجدار أوغلو. ويمكن ده سبب في أن جزء من تصريحات قيادات حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان نفسه كانت بتتهم بشكل مباشر كليجدار أوغلو بأنه متواطئ مع الإرهابيين نتيجة تحالفه مع أحزاب لها أذرع عسكرية بتصنفها أنقرة إنها إرهابية، وكمان إطلاق وعود انتخابية ليهم. ده كان سرد موجز لتاريخ الأكراد، تاريخ يستحق التوقف أمامه والتفكير فيه، تاريخ من النضال للفوز بأبسط الحقوق، إن الواحد يتكلم بلغته يتعلم بيها حتى لو اعتبرت لغة تانية، يعبر عن هويته، أغانيه يسمي أبنائه باسم من تاريخهم وثقافتهم، تاريخ من الدم بحركات مسلحة وميليشيات، اغتيالات وتفجيرات واستهداف لمدنيين، تاريخ من التقلبات السياسية وتغيير الولاءات ما بين دول عظمى وإقليمية، كل دولة فيهم كان ليها أهدافها واستخدمت الأكراد لمصالحها، زي ما حاولت الحركة الكردية برضو استخدام الدول دي لتحقيق ما ترى حقوقها، لكنها برضو وقعت في صراعات داخلية أضعفتها وأخرت تحقيق أحلامها. وحتى الآن وعلى الرغم من خفوت الكلام حوالين دولة كردية مستقلة، دولة تشمل أجزاء من إيران والعراق وسوريا وتركيا، يظل الملف الكردي ملف ساخن قد تتجدد أحداثه في أي وقت. فكان يا مكان، ابدي اعجابك بالحلقه واشترك في قناه بكر المصري وقول لنا رايك في تعليق، وشارك الفيديو لو حابب تدعمنا، واستنونا. كان يا مكان. انا اقدم واحد في العمارة. ده انا تاريخ